السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بجميع المتتبعين. كنتمنى يا ربي يوجدكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. فيديو جديد ونهار جديد جيت لكم لي نيم بالكروفيت والكفتة. الوغ انا غادي ندير بزايد، نتوما ما تدوش عليا لان غندير واحد الكميه اللي كثيره. غادي نعطيكم المقادير هي ديال كميه صغيره باش ما تغلطوش فيها. المهم عندنا القمرون، غتاكلوا بحال دابا كيلو ديال القمرون. الا قشرتيه غيعطيكم نص كيلو. هنا ما شاء الله راه عندي 4 كيلو ديال القمرون. غادي تاخذوا نص كيلو ديال القمرون. هنا الفيرميسيل الشينوا كيف ما كتشوفوا. شوف كيف درت لها هذه، طحنتها باش كتعطيني هكذا، ما كتجيش باينه بزاف في سميتو مع لينيم. عندنا الكفته ديال الدجاج، غادي تاخذوا نص كيلو ديال الكفته الدجاج. وعندنا الكفته ديال البقري، خذوا ربعه ديال الكفته ديال البقري. انا كيف ما قلت لكم مقادير عندي مضوبله هنايا. عندنا خيزو محكوكه، عندنا النعناع مقطع رقيقه، وعندنا القزبور مقطع رقيق، عندنا الثومه، عندنا السكينجبير، وعندنا الملحه ديال الشينوا، وعندنا لي 4 ايبيس كتشريوهم هكذا ديال الشينوا، وعندنا الصوص الصوجا خفيفه، وعندنا الصوص ديال لي زويتر كتكون ثقيله، وعندنا البصله اللي انا حمرتها مع طريف ديال الزبده. غادي تبان لكم في الوصفه كيفاش درت ليها. المهم نبداو على بركه الله وتبعوا معايا المراحل كامله. كيف ما كتشوفوا الكروفيت خضر، الكفته خضراء، والفيرميسيل يلاه حطيناها في المطايب وزوناها. كل شيء المقادير كلها خضراء الا البصله اللي طيحت في الزبيده. غادي نديروا هاد المقادير كلهم في البانيو وغادي نخلطوهم ونرجع معكم. الو هنا كيف ما كتشوفوا هنا درت بصيله خضريه ودرت معاها الزبيده. غادي نخليها حتى تشحر وتدبل شويه ونزولها، وعاد ندوزو للمراحل. وغنزيد شويه ديال الثومه محكوكه، واحد قيمه 2 ضربات ديال الثوم، وغنزيد شويه ديال الملحه ديال الغليتامات، الملحه ديال الغليتامات الشينوا راه ما كتملحش هذه. المهم كنديروها باش تعطينا البنه. هنا كيف ما كتشوفوا حطيت لي كروفيت ديالي، جيسبيغ يكون تيبان لكم هادشي مزيان. هنا غنزيد البصله اللي انا حمرت، نزيد الكميه كلها ديال البصل، نزيد كميه ديال الجزر، غادي نزيد القزبور، نزيد النعناع كتعطيها واحد النكهه طيبه مع القزبور كتواتى مزيان. غادي ندير السكينجبير فخي اللي انا حكيته، غادي ندير بزايد انا كيتواتى مع هاد لي نيم هادو. وهنا غنزيد الشعريه الصينيه، غادي يتخلط كلشي.
نزيد الثومه، درت التومه مع البصله وزدت هنا الثومه. هنا غادي نزيد الكفته ديال البقري، غادي نخلطو كلشي، غادي يتخلط. وهنا عندي الكفته ديال الدجاج اللي غنزيدها حتى هي كامله. دابا غادي ندير العطريه، صافي. هنا غندير لي 4 ايبيس، عندي كميه كبيره، غادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال هاد لي 4 ايبيس، وغندير معلق كبار ديال الملح الشينوا الغلوتامات اللي كتمدد هاد الالينام، لو بوار. وغادي ندير الابزار، ندير كميه شويه كبيره، واحد معلقه ونص. وغندير هاد ديال لي زويت، غندير حتى هي منها واحد الكميه. نديرو واحد 3 ولا 4 المعالق، ما تخافوش منها، كتجي زوينه. وغندير هاد لاصوص الصوجه الخفيفه حتى هي، ديروا منها واحد 3 ولا 4 المعالقات. انا تبارك الله هادشي عندي كثير، غندير القياس ديالي. وغناخذ شويه ديال البيمون المحروق، غنزيد واحد شويه ديال البيمون، مبقاليش نيت بزاف، غندير هادشي اللي بقالي وصافي. دابا غادي نخلط المقادير كلهم، غنخلطهم ونرجع معكم. نخلط غير باليد ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي يتخلط كلشي، غادي يتجانس، وغادي نحصل على عجين وحده. من بعد ما خلطت هادشي مزيان، غنزيد واحد 2 ديال الصفار البيض باش يجمع ليا ديال الحشوه هادي، ونخلط كذلك. ما تقولوش غادي يتقلاو وما غاديش يطيب داكشي اللي داخل، بالعكس تيطيب وكيجي مقادد هو هذاك، وتيجيو خارقين باللذه. ما نقول اللي كياكلهم عندي تيعجبهم وتيقول لك الله يخليك عطينا لا روسيت، تيجيو هائلين. دابا سالينا الحشوه، غادي نخليها ترتاح شويه، وغادي ندوز باش نديرهم في هادو ديالهم في الورقه ديال البسطيله ولا الورقه ديال البريوات. اللي بغى يديرهم في الورقه ديال الروز يمكن يديرهم حتى هما كيجيو هائلين. غادي ندير انا شويه ديال الروز، وغندير شويه ديال الورقه ديالنا المغربيه. هنا عندي ورقه صغيره، ما خديتش الكبيره ديال البسطيله لان هذه غنستعملها كامله. ناخذ حشوه بزيت، انا بغيتهم على الطول ديال هاد، ما نديرهمش غلاظ بزاف باش يدخل عليهم الطياب. وغادي نبدا
كنلوي بهذا الشكل هذا. وهنا عندي بياض البيض كيف ما كتشوفوا به. غادي نشد هذا انتم تيجيو بهذا الشكل هذا. ونزيد وحيده اخرى معكم. الورقه انا خديتها جاهزه من مارشي ديال درب غلف. كاين واحد تما كيصوبها زوينه، حتى ملي كتقلى ما كتجيش غليظه بزاف وكتجي زوينه. البلاصه اللي ليس تنديرها من التحت واللي غليظه شويه هي اللي كنديرها من الفوق، اللي خشينه زعما. تندير معلقه كبيره وتنجمع بهذا، تنجمعهم مزيان وتندير بياض البيض. تيجيو مسدودين على هذا الشكل هذا. ملي كيتقلاو يمكن نقطعوهم على جوج ولا نقطعوهم على 3. المهم انا غنستمر في الكميه اللي عندي وغادي ندوز ونوريكم كذلك ديال الورقه ديال الروز. هنا انا قليت معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها. هانتوما كتشوفوا ما شرباش الزيت نهائيا. غادي نقسمها على جوج بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا الداخل الكروفيت طيب، الكفيته طيبه، كلشي طيب، خيزو ولا كلشي طيب. كتجي معتبره ومقرمشه. هانتوما كتسمعوا التقرميشه ديالها. غندوق باقيه سخونه، غندوق ونرد عليكم الخبر. سخونه سخونه. يا سلام والله ما شهيتكم فيهم الا عجيبين، خارقين باللذه، زوينين، ما شاربينش الزيت نهائيا. اللي بغى يقليهم في الزيت تيقليهم، واللي بغى يقليهم في الاير فراير تيمكن له يقليهم. المهم تيجيو زوينين. جربوهم وغادي تقولوا لي قالتها ماما نرجس. الوغ هنا عندي لاباط دوري، غادي نديرها في الماء تياد، ما سخون لا بارد. نديرها شويه ترطاب. هنا انا خديت منديل اللي فازق درتو على الطبله باش يسهل عليا. ناخذ هنا الحشوه. غادي نحاول نشد نتوما كتشدوا، نتوما كتعزيو
باش تبقى لكم الحشوه. هانتوما كتشوفوا كيجيو هائلين. ونزيد نبزق واحده اخرى. الوغ هنا كما كتشوفوا من بعد ما قليناهم كنديروا لاصوص الصوجا وكنديروا لاصوص الحلوه لاصوص تشيلي. وبالصحه والراحه كما كتشوفوا الكريمطات ها هما. يا سلام. يلا بهذا القدر هذا تيكون هذا الفيديو تسالى. نتمنى نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله. الف الف سلامه.